هي السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. ألف مرة نقول لكم وما زلت أذكركم، المغتربين اليمنيين وبالذات اللي بالتيك توك، يا غريب خليك أديب، يا غريب خليك أديب. انتقلت له هنا لا عجزت تمرمطه. هذا واحد يقص يدندن بالتيك توك اسمه محمد النهاري، تم القبض عليه وترحيله. ليش؟ لأنه بلا أصل، لأنه بلا تربية. أنت في بلاد في نظام وقانون، امشي على نظامهم وقانونهم، لأنه نظامهم وقانونهم يسري على أولادهم قبل ما يكون عليك يا غريب. يعني تقل بأدبك، تقل بحيائك، تجيب كلام إيحاءات تخرج الوسخ اللي داخلك والقذارة اللي داخلك. ما بيقولوش هذا يمني لوحده محمد النهاري. أول حاجة بيقولوا آل النهاري ما عرفوش يربوه، وهذا من الجنسية اليمنية. عاد احنا ما خلصناش المشكلة الأولى. الأربعة اليمنيين لما جلسوا يحتكوا بالرجال هذاك طلع اندونوسي مشكورين، ولا اللي قبل 6 شهور اليمني اللي مسك ايد البنت. عيب عيب عيب، ورب الكعبة من العيب والمخزي انك تكون في ضيافة ناس تعتبر انت ضيف، حتى لو هم يحسسوك انك انت صاحب بلاد. انت وقع ضيف، قع خفيف، قع مؤدب. ما هو انت مغزاك في الدولة هذه انك تجمع زلط تصرف على اسرتك اللي باليمن، لانه احنا في ظل حرب، في ظل انه المسؤولين يبيعك يا ليت انه يبيعك بريال يقدمك مجان يا تافه. فاحترم نفسك. محمد النهاري ده على سوابق، على سوابق انه يخفف بدمه على اساس انه محتواه انه ايحاءات، وانه يضحك، وانه يقول للفلانه انت معيك وما معكش، كوريني ومتعملي وكم تعملي باليوم. هذا قله حياء وسفه وقله ذوق واحترام. هذا يشوه بسمعتنا. ما هو الصدق اللي يتابعونه الان ما بينفعنوش، التافهين والناقصين اللي يتابعونه الان ما بيخارجونوش. أنت في بلاد نظام وقانون على أولادهم قبل ما يكون عليك يا غريب، فطبيعي إنهم يأدبوا أبوك. شلنا لكم نفس الأولين، لكم لا ترجعوناش اليمن، لأنه يجي يوسخ حتى بلادنا، لأن إحنا ما إحنا شبههم، إحنا عيال ناس. أمنا ما تعيبش طرحتين، إحنا ببطنه 9 شهور عشان نخرق ولا لا أدب، لا. ولا أبونا صرف علينا نيدو وحفاضات وسيرلاك وسهالجي لنا ومضاد حيوي وتحامل وكله عشان نطلع قليل أدب زي هذاك. لا، احنا مش كده والله يا اخوتنا، ما احنا كده. احنا محترمين، واللي يسلم علينا نتجمل منه ونوقف معه، ومعروفين احنا اللي هذا مش هواد. هذا لا تقارنوا احنا شبههم، لانه احنا اكبر من كده. احنا محترمين وطالبين الله، ومعنا أسر نخاف عليه، ومعنا عرض، ومعنا كرامة. هم معنا الكرامة، ما بلاد معناش. احنا نجي عندكم نشتغل والله. بس هؤلاء الناس تافهين، حسبوا انه هذا انه محتوى ويخرجوا منه فلوس. فربك خارجهم بدولة في بين نظام وقانون. قطوا ابوه لا تدلوا الصبوح الا 7 يوم نفس الاولين. وقال كل ما ذبح عسكري بالبيادة ظابط بلغ هنا عشان يكون يدندن، وحرمونا من الدندنه داخلها. كل ما غني للطمطم افكوا ابوه. طبعا للطمطم ابوه يعني اعطيه كف. مع السلامه.